أنا اسمي كريم، عندي 27 سنة، موظف في أرشيف مكتبة من المكاتب الكبيرة في وسط البلد. مكان هادي وشغلي كله بين الورق والكتب القديمة. صراحة ما فيش حاجة كنت بحبها أكتر من ريحة الورق القديم والكتب القديمة. هتقولوا عليا مجنون، لكن دي كانت أمنيتي من وأنا صغير. كنت بحب القراية، بحب أقعد وسط الكتب كده، لحد ما في يوم جالنا تبرع بمجموعة من الكتب. صراحة أكتر لحظة بحبها في حياتي، خصوصا لما يبقى فيها كتب من النوادر، كتب قديمة. قعدت أفرز الكتب وأبص عليهم لحد ما وقع في إيدي كتاب كان بالنسبة لي حالة نادرة جدا. كتاب غلافه من الجلد، شكله حلو مش وحش، وحالته كأنه متحافظ عليه بقاله سنين. فتحت الكتاب، قلبت الأوراق بتاعته، واضح إنه مكتوب بخط الإيد، لغة عربية، بس لغة عربية مش مفهومة شوية أو غامضة. تحس إن هي اللي كان بيكتبها كأنه كان مستعجل. بصيت على الكتاب، وأول ما فتحته لقيت سطر من السطور مش فاهم هل أنا قريتها غلط ولا مكتوب غلط. مكتوب: أنت من اخترت فلتتحمل النتائج. قلبت الصفحة، لقيت مرسوم زي وشوش لناس، بس الوشوش كانت كأنها بتصرخ، وشوش شكلها مرعبة لدرجة إني بدأت أحس إني سامع أصواته. قلبت تاني صفحة، لقيت مكتوب: